الحلقه ديال الكرونيك الدارجه تكون اور سيري. في لي اور سيري ما كيكونوش ضيوف، كيكونوا حلقات فاش كنهضر على مواضيع كيعجبوني. الموضوع اللي اختاريت اليوم هو ستويسيزم او الرواقيه بالعربيه. هذه ترجمه ما كنتش عارفها واكتشفتها وانا خدام على هذه الحلقه، واللي غنخدمها فاش نكون كنهضر على ستويسيزم. الحلقه اليوم تكون هي الاولى في سلسله غتكون مخصصه للستويسيزم. نهضروا فيها بصفه عامه على شنو هي هذه المدرسه الفلسفيه وكيفاش تقدر تستعملها باش تحسن الجوده اليوميه ديال الحياه كيف ما كنحاول ندير انا. هذا المدخل ديال الستويسيزم او الرواقيه خديته من المقدمه ديال الكتاب سميتو سينيك ولا كونكيت دو بونور اللي خرجته في لاماريون في عام 2008. هو كتاب كيضم اهم المؤلفات ديال الستويسيزم اللي كتبهم سينيكا ومارك اوريل وإيبيكتيت. هاد المقدمه اللي كتبها روجي بول دروا جاتني جامعه باختصار شديد كاع داكشي اللي خاص تكون عارفو كمبتدئ في هاد الميدان. واذا كان غدا عندك فرض ديال الفلسفه على الرواقيه ومازال ما قريتي والو، فجاب لك الله فاش تعلم شي شويه شنو هي الرواقيه. وقبل ما نبدا بغيت ندير جوج ديال ديسكليمرز. فاش كنخاطب بنت فانا كنقصد كذلك انتي. هادشي اللي غنقول تقدر تخدميه او تخدمو كبنت ولا دري او نون باينري، فالنوع هنايا ما كيلعب حتى شي دور. الحاجه الثانيه، فاش كندوي على العبيد فالمجتمع الروماني القديم كانوا فيه عبيد، وهذه حقيقه ما نقدروش نبدلوها اليوم. كنت نقدر نحيد اي حاجه عندها علاقه بكلمه عبد، ولكن هذه كانت غتكون خيانه للنص ديال روجي بول دروا، وكذلك كانت غتكون تحريف للسياق التاريخي في جهه الرواقيه. المهم نحبس المقدمه هنا ونبدا نهضر على الموضوع الاساسي اللي هو الرواقيه. الرواقيه ماشي فقط افكار نظريه. اليوم فاش كنهضروا على مدرسه فلسفيه كيجي في بالنا واحد المجموعه الاشخاص اللي كيتشاركوا نفس النظريات، ولكن ماشي بالضروره نفس طريقه العيش. في عينينا ديال الناس عصريين فاش كيكونوا عندك افكار نظريه وحجج مشتركه مع شي فلاسفه، فهاد الشيء ما كيعنيش بالضروره انك كتعيش حياتك اليوميه طبقا لذوك الافكار. كنعتبروا على انهم الطبيعي انك تفكر نظريا بطريقه وانك تعيش عمليا بطريقه اخرى. كنشوفوا غالبا باللي طرق العيش والتفكير ماشي بالضروره يكونوا منسجمين. عند الاغريق والروم القدامى الامور ما كانتش بحال هكا. المدارس الفلسفيه ما كانتش فقط تيارات ديال الفكر النظري، بل كانت فعلا عباره عن مدارس بالمعنى الحرفي للكلمه. كانت اماكن فين كانوا الناس كيحلوا نصوص، فين اساتذه كانوا كيقريو نظريات، ولكن بواحد الخصوصيه اللي هي كالتالي: فاش كيتسالاو الدروس ماشي كل واحد كيهز راسو كيمشي يعيش حياته اليوميه بعد ما خدا هاد الدروس النظريه، بل على العكس. الناس كانوا كيتميزوا، الناس اللي كانوا كينتميوا لنفس المدرسه كانوا كيعيشوا مع بعضياتهم وبنفس الطريقه. هادشي حيت الاغريق والرومان كانوا كيترجاو من الفلسفه حاجه اخرى من غير التشارك ديال الافكار، كانوا كيتسناو من الفلسفه انها تغير حياتهم. أفلاطون هو الأول كان أسس الأكاديمية اللي كانت مكان ديال الحياة وديال التعليم. كانت واحد الطائفة، واحد لاكوميونيتي فين كانوا المتعلمين ساكنين حسب واحد القواعد قاصحة وصارمة. من جهته أرسطو اللي كان التلميذ والخصم ديالو إلا بغينا نقوله أسس الليسي. الليسي اللي ما يمكنش نترجموه طبعا بمدرسه ثانويه حيت ما كنظنش بلي هذه هي الترجمه الصحيحه. الليسي حتى هو ما كانش مديور فقط لتحليل الفكر اللي جا به ارسطو ولا لتطوير هذا الفكر، ولكن كان مديور لتطوير النفس. كاين واحد المثال اخر اللي هو إيبيكور وجماعه الناس اللي كان جامع عليه في الجرده ديالو. الجرده ديال إيبيكور كانت فعلا هي البلاصه فين كانوا كيتلاقاو هاد الناس. إيبيكور كيعاود لنا كيفاش هو وصحابو كانوا كيتشاركوا في نفس طريقة العيش وكيفاش كانوا كيعيشوا بها. ديوجان الكلبي هو التلاميذ ديالو كانوا كيفتخروا باللقب اللي تعطى ليهم وهو الكلبيين، أي اللي كيعيشوا بحال الكلاب، باش نتفكروا بلي أنهم ما كانوش كيتسوقوا للعادات والأعراف والأحكام المجتمعية، فكانوا كيعطيو العبرة بالأعمال ديالهم فاش كيدعيوا الرجوع حقيقي للطبيعة، وكانوا كينعسوا على الأرض، ولا كانوا كيمارسوا الجنس في الشارع، ولا كياكلوا اي حاجه ضايعه قدامهم. نجيو دابا الرواقيين اللي كيهمونا اكثر في هادشي كامل، واللي بدورهم اسسوا مدارس اللي كانوا الهدف ديالهم التامل وكذلك التحول الى الحكمه. فاش سينيكا كيكتب لوسيليوس او فاش إبيكتاتوس كيعطي نصائح عمليه للمستمعين ديالو، فماشي فقط باش يعلمهم امور عقائديه، ولكن باش يرافقهم في واحد الخدمه مستمره على تغيير الوجود ديالهم كامل. كيف ما كان الاختلاف ديال هذه المدارس، فالهدف المشترك ديالها كيبقى هو الرغبه في تحقيق السعاده عبر التغيير ديال الفكر
وكذلك الطريقة ديال العيش. الأمر ما كانش مجرد تمارين فكرية، بل كان عبارة عن تحول بطيء ومتواصل نحو الحكمة. الرواقية تمرين يومي. في الرواقية مزيان تكون فاهم كاع الأمور العقائدية، ولكن هذا الفهم خاصو يكون غادي معاه واحد التمرين يومي اللي باليونانية كيتسمى ايكيسيس. هاد الكلمة اللي عطات بالفرنسية اساز، واللي يمكن نترجموها بالزهد ولا بالحياة الزاهدة. المعنى الأصح ديال الكلمة اليونانية ايكيسيس هو التمرين الروحي. إلا بغينا نقوله ايكيسيس هو تمرين يومي باش يطرح عليك واحد التغيير ديال الوجود ديالك، باش ما تبقاش ضحية للتغيرات ديال المزاج ديالك، ما تبقاش مدفوع بنزوات غير متحكم فيها. فالامر كيتعلق بتهدئه العاصفه ديال الروح. مختلف المدارس الفلسفيه جات بواحد الاراده باش تمشي الحياه فيها سكينه اكثر، باش تنتقل الحياه ما فيهاش مشاكل، الحياه فيها دوام ديال التوازن الداخلي. ولكن كيبقى بطبيعه الحال فوارق كبار بين الطرق المختاره. عند ابيكور كلشي كيتمركز على الجسد، على المحدوديه ديال الشهوات البسيطه المتعلقه باشباع الغرائز ديالنا. وعلى العكس من ذلك فعند الرواقيين فكل شيء كيكون متمركز على الروح. بالنسبه للرواقيين باش تكون سعيد خاص تكون اولا وصلتي باش تانسترا في داكشي اللي كيسميه ماركوس اوريليوس حسن الروح، بالمعنى ديال شي حسن مانع، بحال داك سد منيع ديال المعلقين ديال الكره. فاش كترسخ في داك الموقع، فاش كتكون انت متحكم في الامور، وفاش كنقدروا نفرقوا بين كل ما هو بين يدينا وداكشي اللي ما نقدروش نتحكموا فيه، وداكشي اللي صعيب علينا نتحكموا فيه، كيولي ممكن نهربوا من التقلبات ديال الاحداث وديال العواطف. هذا باختصار شديد هو المنهاج اللي كيستعملوه الرواقيين، على الاقل في الجزء المعروف من التاريخ الطويل ديال الرواقيه. حيت الخاصيه ديال المدرسه هي انها تطورات على مرور القرون. هاد التحولات ديال الرواقيه تم التدوين ديالها من طرف باحثين انطلاقا من شهادات وادله متعدده. التحولات اللي كنهضروا عليها ما معروفاش بالتدقيق، حيت الاغلبيه ديال المخلفات ديال الرواقيه سواء الشق الاغريقي منها او الروماني ضاعت وما بقاش عندها اثر. فحتى الاسم ديال الرواقيه فهو نتيجه صدفه. رواق هو ترجمه ديال كلمه اسطوة اللي بالاغريقيه كتعني رواق. فهاد الشيء كامل جا من العاده اللي كانت عند المؤسسين ديال الرواقيه باش يتجمعوا في واحد القنت في الاغورا، في واحد القنت سميتو الرواق المصبوغ ستوا بويكيلي. وهذا الشيء علاش تعطات لهم التسميه ديال الرواقيين، اي الناس ديال الرواق. واحدة من الخاصيات التاريخيه ديال هذه المدرسه هي انها تاسست في اليونان القديم، ولكن عرفت تطور ثاني في روما القديمه. الرواقيه بين اثينا وروما. اول جزء من العقيده الرواقيه تكون انطلاقا من السنوات 300 قبل الميلاد، في الوقيته فاش وصل زينون الرواقي اللي عندكم تخلطوه مع زينون الايلي اللي هو فيلسوف يوناني واحد اخر، وما تخلطوش حتى مع الحسن زينون الفنان المغربي اللي مازال عايش دابا. قبل ما يأسس زينون المذهب ديالو كان براسو من المتعلمين البارزين ديال الفلاسفه الكلبيين ديوجانيس الكلبي، ديوجان دو سينوب، واقراطس الطيبي، قراطس دو تاب، اللي كانوا من بين الاكثر راديكاليه واستفزازيه. ومن بعد نعزل منهم ومشي طور منهاج خاص به. زينون تجي لينا وحده من السلالات ديال الرواقيه، وهي مدرسه غيتم التنقيح ديالها عبر اجيال متتاليه، وذلك بقياده معلمين بحال كليونت اللي تعلم مباشره من عند زينون، وخاصه خريزيب اللي رسخ الخطوط العريضه الاوليه ديال هذه المدرسه ديال زينون الرواقي. من بين الكتب الكثيره ديال هذه الفلسفه ما بقى لينا غير بعض البقايا بحراشي تفرتيت بالمقارنه مع الغزاره ديال الانتاج ديالهم. خريسيبوس اللي كان على ما كيقولوا كيكتب حتى 500 سطر في النهار، وهذا الشيء حتى لواحد الوقيته كان فيها كبير في العمر، كيقولوا انه خلى اكثر من 700 رولو ديال المقالات والتعاليق على افكار فلسفيه، ماشي دوك التعاليق اللي كتعرفوا. واخا الخبراء مختلفين على بعض الجزئيات، فكلهم كيقولوا باللي الفلسفه بالنسبه للفلاسفه الرواقيين الاولين كانت كتنقسم لثلاثه ديال الاجزاء: جزء منطقي، جزء مادي، وجزء اخلاقي. المنطق هو الاداه الاولى اللي كتمكنك من التفحص ديال التمثلات ديالنا. التمثل ريبريزونطاسيون كتعني الطريقه باش الشخص كيشوف شي بلان، يعني في الفلسفه كاين الشيء وكاين التمثل ديالو. التمثل ماشي بالضروره يكون هو الحقيقه المطلقه ديال الشيء. المنطق هو اللي كيمكننا نتعرفوا على العالم وناخذوا القرارات ديالنا بطريقه عقلانيه. الماده كتمكننا من اننا نفهموا كيفاش الجسد والحياه البشريه كيندمجوا في الكل اللي كتكونوا الطبيعه. الاخلاق كتمثل مجموعه ديال السلوكات اللي كتخلينا نوصلوا للفضيله،
يعني نوصلوا للسعاده، حيت بالنسبه للرواقيين الفضيله كتكفيك باش تحقق السعاده. الحسنى لو بيان، الفضيله والسعاده هما حاجه وحده بالنسبه لهذه الفلسفه ديال الذات الصارمه، فانك تصرف مزيان وبحكمه، وانك يكون عندك سلوك فاضل اللي هو بالنسبه للرواقيين تصرف كيحاكي الطبيعه. حتى حاجه من غير هذا الشيء ما غتخليك بالنسبه لهم تكون سعيد، لان الحسنى في نظرهم كاينه ضمنيا في الوجود ديالنا. وهذا الشيء فيه تضاد مثلا مع داكشي اللي جا به هوبز فاش كيقول بان الانسان ذئب لاخيه، اومو اوميني لوبوس. نرجعوا للرواقيين اللي كيقولوا باللي الفضيله ما كتستمدش الاسس ديالها من قواعد مجرده وغريبه على العالم اللي كنعيشوا فيه. الفضيله بالمعنى ديال الرواقيه كتخليك دير داكشي اللي جات به الطبيعه البشريه العميقه ديالك، اي انك تعيش بطريقه عقلانيه، لان العقل كيشكل الطبيعه والماهيه ديالك. كلشي هذا الشيء حسب الرواقيين من طبيعه الحال. فالفكره الاساسيه باش جا الفكر الرواقي اليوناني هي انه ما كايناش قطيعه بين الطبيعه بين قوسين سواء الحيوانيه او الماديه من جهه والفضيله من جهه اخرى. فاحنا كبشر فاش كنعيشوا بصفه كليه حسب الطبيعه اللي حنا مخصصين بها، فاحنا كنتصرفوا بطريقه مزيانه ومنه كنكونوا سعداء. كيبقى اننا نعرفوا شنو كنعنيو بالعيش حسب الطبيعه ولا تبعا للطبيعه. فهاد الشيء ما عندوش علاقه بالعيش بطريقه مرونه فيها تهيماجيت، بل الامر كيتعلق بانك تكون موالم مع شنو انت والبلاصه اللي عطاها لك الكون في هذا الوجود. هاد النقطه بالتحديد غادي تطورها الرواقيه الرومانيه. فبالفعل الرواقيه غادي تطور بزاف في روما بعد ما تاسست 300 عام من قبل في اثينا. فخلال 3 القرون غادي يقوموا اللاتينيين ديال روما بالاخص ناس من الطبقه الارستقراطيه وحكام امبراطوريات بترسيخ الفكر الرواقي، واخا بدلوا فيه شحال من حاجه. فبالفعل فاش كندوزوا من الحضاره الاغريقيه للحضاره الرومانيه فاللغه كتبدل، كندوزوا من اليونانيه اللاتينيه، وبذلك كندوزوا بطرق مختلفه ديال الهضره وتا ديال الاحتكاك بالعالم. وكندوزو كذلك من الحواضر الصغيره ديال اثينا الامبراطوريه الرومانيه فين كيتلاقاو اللغات الجنسيات وشعوب مختلفه. الله اعلم الا كانت روما ديال ديك الوقيته بحال بغداد ديال العباسيين واللي تقال عليها الداخل اليها مفقود والخارج منها مولود. الحياه السياسيه في روما كانت مرونه بزايد، الاستبداد السلطويه والعشوائيه كانوا طاغين على الوقت. كلشي كان معرض للعنف العشوائي وغير المبرر ديال الامبراطور. بين ليله وضحاها الثروات كانت من الممكن تصادر والفاميلات تشتت. لا الشق المهني في الحياه الناس ولا حتى السلامه الجسديه ديالهم ما كانت مضمونه. في هذا المناخ العام الرواقيه ولا عندها مكان محوري، الرجوع للذات اللي كتخولوا لينا الرواقيه، الرجوع للحصن الداخلي اللي هضر عليه ماركوس اوريليوس. كانوا كيتوافقوا مع هذه اللحظات التاريخيه اللي تميزات بانعدام الامان. في الرواقيه الرومانيه المنطق اللي كان عنده اهميه في الرواقيه اليونانيه ما بقاش مهم. الجانب المادي بقى ولكن غير كاطار عام. الاخلاق اللي تم اعاده النظر فيها ولات هي اللي عندها اهميه كبيره. فالاخلاق هي اللي ولات كتنظم العالم المثالي ديال الحكيم. بالنسبه للرواقيين الحكيم هو الانسان اللي وصل باش يتمكن من الادراك ديال الطريقه باش كتخدم الطبيعه بصفه عامه والوجود ديالو بصفه خاصه. فهاد النظره للحياه ما كاينش شي بلاصه في الوسط بين الانسان بين قوسين العادي من جهه والانسان الحكيم اللي كيبقى صامد واخا يوقع شنو ما وقع. فعند المفكرين الاولين ديال هذه المدرسه ما كاينينش درجات، ما يمكنش تكون نص حكيم ولا راك غادي وكتولي حكيم بحال ديك اللعيبه ديال دول في طريق النمو. فانت اما انسان مغيب ولا حكيم. الصوره المجازيه اللي كتعبر مزيان على هذا الرفض ديال التدرج هي ديال الانسان اللي راسو تحت الماء. فالانسان يا اما يكون راسو تحت الماء ولا لا، فما حدك قريب من السطح ديال الماء فما حدك ما قادرش تنفس اعتبر راسك مازال تحت الماء. يعني الا مازال موليتي حكيم فانت مازال مغيب. هذا التفرق الكامل بين الحكيم والاخرين غادي يختفي تقريبا في الرواقيه الرومانيه. وفي نظري هذه الحاجه الزوينه اللي جات بها الرواقيه الرومانيه، حيت الحكيم في هذه الاخيره كتعتبر بحال شي قيمه مثاليه خاصك توصل ليها، والحاجه الاساسيه اللي خاصك تبقى مركز عليها هي الطريق اللي غتضرب باش توصل لهذه المرتبه المثاليه، وكذلك دوك التمارين اللي غادي يتحطوا قدامك في ديك الطريق. وهذا الشيء زاد عليه التطبيق ديال الجوانب العمليه ديال العقيده الرواقيه. الفرق بين داكشي اللي نقدر نتحكم فيه والباقي،
هادشي اللي قلنا يقدر حتى دابا يقدر ينطبق عليك الا كنتي غني فقير من عليات القوم ولا فرعك الزمان، حيت الرواقيه في روما كانت كتوجه الاحرار وكذلك العبيد. ما تنساوش باللي كنهضروا على روما القديمه اللي كانت مازال فيها العبوديه. المهم نتوما ركزوا على المضمون ماشي على التفاصيل. يعني قلنا كتوجه الموظفين كبار ديال الامبراطوريه وكذلك الناس بساط من العوام. سينيك كان من الشخصيات المركزيه ديال الامبراطوريه. سينيكا كان هو المدرس ديال نيرون. إبيكتات كان نقيض تماما ديال هادشي. إبيكتاتوس كان عبد سابق واللي يقدر بطريقه او باخرى يولي مدرس ديال الفلسفه وعاش ومات فقير. ماركوس اوريليوس كيف ما كتعرفوا كان امبراطور واللي كان كيزاوج بين الفلسفه والسلطه. ما كانش حاكم حبا في السلطه، ولكن حيت الجانب الفيلسوف العقلاني اللي كان فيه كان كيخليه يقبل بالدور ديالو كحاكم. كل واحد بالنسبه ليه كان خاصو يقبل بالدور اللي تعطى ليه في هذا الوجود. بحال كيف ما في الموسيقى كل موسيقي كيلعب في البلاصه اللي معطيه ليه في شي اوركسترا. انطلاقا من هذا النقطه فين الرواقيه ولات كتعتمد بالاساس على الاخلاق. ففلسفه إبيكتاتوس غادي تبنى على الفرق بين داكشي اللي عندنا يد فيه وداكشي اللي ما نقدروش نتحكموا فيه. هاد التفرقه اللي كانت اصلا موجوده في الرواقيه اليونانيه ولات الان عندها مكانه جوهريه. باش نفهموا مزيان ناخذوا مثال ديالك نتايا باغي تسافر في رحله طويله بسفينه. شنو هي الامور اللي بيديك في هذه الحاله؟ هاد الامور هي انك تختار شركه رحلات مزيانه، تشوف واش الباطو في حاله مزيانه، تسافر في فصل ما فيهش العواصف بزاف. باختصار دير كاع داكشي اللي غادي يضمن السلامه الجسديه ديالك. الى شي وقيته في البحر الريح بدا كيصوت، الامواج بداو كيديو الباطو والعاصفه ولات كتشكل خطر على حياتك. شنو في هذه اللحظه تقدر انت تتحكم فيه؟ تكلم العاصفه لا بطبيعه الحال. تسوق الباطو لا ما يمكنش. الحاجه الوحيده اللي بيديك في هذه الحاله هي انك تحاول تحكم في راسك، تحكم في الاراده ديالك، تحاول تفهم بان ما بيديك والو الان وهنا حتى حاجه من غير انك تهدئ العاصفه الداخليه ديالك. يمكن هذه هي ابسط صوره نقدروا نخدموا باش نفسروا مزيان هاد التفرقه الاساسيه اللي جا بها إبيكتاتوس بين داكشي اللي بيدينا وداكشي اللي خارج على الاراده ديالنا. حيت في اخر المطاف اللي نقدر نتحكم فيه انا هو الاراده ديالي، هو التحكم في راسي. كاع داكشي الاخر راني ما نقدرش نتحكم فيه. الظروف الخارجيه، واش انت عيان ولا صحيح، واش انت مرفح ولا حازق، واش الناس كيحترموك بصح ولا غير كينافقوك، كامله امور كتبدل. المهم هو انت ما تغيرش على حساب هاد الظروف. في اي حاله كنتي فيها مريض ولا لا، في الحبس ولا على برا، ديما تتحكم في الافكار والقرارات ديالك. هذا هو اللب ديال العقيده الرواقيه. هذه هي الفضيله اللي كنا كنهضروا عليها قبيله، اللي كتخلي الحكيم الرواقي يعيش حياه فيها سكون روحي مستمر ودائم. سينيكا، إبيكتاتوس وماركوس أوريليوس عندهم هذه الفكره الاخرى كقاسم مشترك. هاد الفاعلين ثلاثه ديال الرواقيه الرومانيه عندهم واحد الاسلوب في الكتابه واعر، اسلوب اللي كيتميز. عندهم ثلاثه بالتعابير وجمل قصيره بخطاب قوي ومباشر وما فيهش كسر التعليق، وكذلك الجماليه والقدره على تحريك العواطف. كل واحد فيهم كانت عنده ديك الموهبه اللي كتخليه يجمع الفكره في كلمات قلال ويخدم امثله تخليك تفهم الزربه شنو بغى يقول. والهدف ديالهم كان دائما باش يحفزوا المتلقي يزيد قدام ويتطور واحد قدام عينيه الهدف ديال الوصول للحكمه والسكينه. هادشي علاش غالبا غادي تكون الرواقيه بقات صامده على مرور القرون كفكر حي وصالح لكل زمان. نقدروا اليوم مازال نقراو سينيكا وإبيكتاتوس وماركوس أوريليوس ونستافدوا من داكشي اللي قالوا ونطبقوه في حياتنا ديال كل نهار. اليوم ما كنلبسوش نفس اللباس ديال روما القديمه، ما بقيناش عايشين في واحد الزمان فين القوه الجسمانيه هي اللي خدامه في عده مجالات بحال في الماضي، ومع ذلك فالحكمه ديال الرواقيه مازال خدامه ومازال في محلها، حيت هي بكل بساطه حكمه عمليه تقدر تخدمها في حياتك ديال كل نهار. سينيكا وكتب السعاده، قصر الحياه ورسائل لوسيليوس. في العام 65 بعد الميلاد نيرون عطى لسينيكا الفيلسوف الجليل اللي حاول يربيه ويعطيه مبادئ مزيانه، عطاه الامر باش ينتحر. اول ما بلغوا الامر سينيكا خلى داكشي اللي كان بين يديه وبدا في عمليه الانتحار اللي غتسالي بعد ساعات طويله. هاد التطبيق ديال الرواقيه ما كيعنيش باللي سينيكا كان خاصو غير فوقاش يتهنى من الحياه،
بل انه ما كانش خايف من الموت. هادشي بالضبط اللي جابيه الكتاب ديالو عن الحياة السعيدة، فين ما كنكتشفوش فقط العقيدة الرواقية المعتادة اللي كتجعل من الفضيلة المنبع الوحيد ديال السعادة، ولكن كيوصف داك المسار وداك الطريق اللي كتضربها بوحدك، حيث بالنسبة لسينيكا ما كاين مكفس من الجماعة. سينيكا كيقول في هذا الباب بأن حياة رهينة باش تخلق لك السعادة هي أولا حياة بعيدة على الآراء العامة والأخطاء الشائعة. الفيلسوف القاد بشغالو ما كيخاش من أنه يكون بوحدو ضد الباقي، فكيف ما كيقول هو، فاحنا كيضربنا خلاف فاش كنتبعوا الاخرين في رايهم. طبعا هاد الترجمه زدت فيها شويه ديال الملحه ديال الدارجه باش ما تبقاش باسله. وهادشي طبعا ما كيعنيش ان الحياه خاص تولي معاناه وانك خاص تمشي بعيد في هادشي ديال الزهد. عند سينيكا القاعده كتقول باللي الماديات الا جاو مرحبا بهم والا ما كانوش ماشي مشكل. وحسب العباره اللي استعملها سينيكا، ما تحاولش تمنع الفلوس على الفلاسفه حتى واحد محكم على الحكماء انهم يعيشوا مزالط. عند سينيكا الامر كيتعلق بك انت. الا كنتي كتعرف كيفاش تعيش حياتك بلا ما تتعلق بالماديات وبلا ما يولي الجميع والهريف هو الهدف ديال حياتك، فطحن ديك الساعه وتمتع بالعاقه الا لقيتيها من طبيعه الحال. وفي هذا السياق فانت اصلا ما خاصكش تكون متعلق بالحياه او كتسنى اي حاجه من اي حاجه. وهنا بغيت نحل واحد القوس خفيف ظريف. كاينه واحد القوله كتعجبني بزاف ديال ماتري كارت، كيقول فيها كنبغيك حيت اصلا ما محتاجش ليك، جو تيم كار جو ني با بيزوان دو توا. هاد القوله اللي كتبان بسيطه كتلخص بزاف ديال الامور. كتقول لنا باللي البغو او الحب ماشي عمليه ديال التبادل كتعطيني الحب باش نعطيك شي حاجه اخرى، بل الحب خاصو يكون فقط من اجل الحب، او بعباره اخرى ما تبغينيش غير حيت كتسنى مني شي حاجه، شي بي اس 5 مثلا. نسدو القوس هنا ونرجعوا لسينيكا اللي كيف ما قلنا كان كيامن باللي ما خصناش ولا ما خصكش تكون متعلق بالفكره ديال الحياه ككل. هادشي اللي جابيه النص ديالو عن قصر الحياه. وهنا عاوتاني المعنى ماشي هو انك شحال ما متناد دغيا شحال ما مزيان، الامر اكثر تعقيدا من هادشي. اللي كيبغي سينيكا يقول هو انه ما كايناش شي حاجه عندها قيمه اكثر من الحياه المحدوده بالزمن اللي كنعيشوها، وانه الا ما عرفناش كيفاش نكونوا واعيين والذهن ديالنا حاضر في الوقيته فاش كنمروا من هذه الحياه، فما كيهمش اذا كان الزمان طويل ولا قصير. باختصار سينيكا كيقول باللي لينا ما نكرهوش الحياه بشده وما نتعلقوش بها بلا قياس، وهذا الشيء اللي كنلقاو في الرسائل ديالو لوسيليوس. سينيكا هنايا واحد النوع ادبي جديد واللي ما كانش معروف من قبل، وهذا النوع هو في الادب اللاتيني كيتسمى بالمراسله بهدف تربوي. من الرساله سينيكا كان ماشي غير كيشرح مفاهيم في الرواقيه انطلاقا من مواقف كان كيعيشها في الحياه اليوميه ديالو، بل كان كيعطينا التطبيق العملي ديالهم. فباش تفهم مراحل تغيير الذات وباش تعرف الطريق اللي غادي تديك للحكمه، فما كاينش ما احسن من رسائل ديال لوسيليوس. مفكرات إبيكتاتوس بحال سقراط ما خلات حتى شي حاجه مكتوبه، هو اللي كان عبد التحرر من بعد. تبع واحد الدرس عند واحد المعلم في الرواقيه، ومن بعد نشأ المدرسه ديالو فين كان كيشرح للمتعلمين ديالو الاسس ديال الرواقيه في الشكل ديال نقاشات حره بينه وبين المتعلمين ديالو. واحد من هاد المتعلمين غالبا يكون فلافيوس اريانوس هو اللي كتب هذا المرجع اللي اليوم سميتو كتيب إبيكتاتوس لو مانويل ديبيكتات. هاد النص القصير هو نوع منفرد وما دايرش حيت داير بحال شي مفكره كديها معاك مسافر شاد الطريق ديال الحكمه. النصائح ديال إبيكتاتوس كتخليك تعرف كيفاش تتصرف والمطبات اللي خاصك تهرب منها، وكيخليك تعرف على الاشارات على انك خرجتي من الحمق ديال العوام ووصلتي للامان ديال الحكماء. ماركوس أوريليوس وكتاب افكار كتبتها لراسي بونسي بور موا ميم. خاصك تخيل معايا هذا المشهد الغريب. الامبراطور ديال روما واقف على مشارف الدانوب كيدافع على الامبراطوريه ديالو من البرابره، وفي العشيه فاش كيسالي كيرجع لخيمته كيبدا يكتب باليونانيه جمل كتمكنه انه يبقى فيلسوف. حيت ماركوس أوريليوس اللي مات في العام 180 ميلاديه في الجوايه ديال فيينا الحاليه ما كانش امبراطور كيهتم بالفلسفه، بل كان فيلسوف قبل بالدور ديالو كامبراطور، واللي كيحاول بعناد كبير انه يدير خدمته مزيان كامبراطور بلا ما يتشتت الفكر ديالو ويضيع الحكمه ديالو من خلال كاع الالتزامات اللي كتفرضها عليك مرتبه بحال مرتبه امبراطور.
ماركوس اوريليوس كان واحد الانسان معقول، عنده وجه واحد، كان قلبه كبير، وكانت خدمته ديال كل نهار هي انه يبقى انساني. كان كيوقف صنديد قدام العالم داكشي الزوين والخايب اللي فيه. خلى لينا بالكتاب ديالو افكار كتبتها لراسي، وحده من الروائع تبقى لينا كاملين. كانت هذه اول حلقه من الحلقات المخصصه الرواقيه، نتمنى تكون عجباتكم، ونتلاقاو في حلقه اخرى اللي ربما نركز فيها على شي كتاب ديال سناك ولا على الكتاب ديال ابيكتات. غادي نشوفوا. تهلاو.